بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أهلا بيكم حبايبي، يا رب تكونوا بصحة وفي أسعد حال. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة وظريفة وخفيفة ومفيدة جدا كمان للكبار والأطفال في قناتكم بيتنا جديد مع غدا خطاب. لو كنت أول مرة تزوروني فانزلوا اعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد وجميل واقتصادي يناسب كل بيت. معانا النهاردة هنعمل بطاطا بالكريم كراميل. سهلة جدا وهتقدري تعمليها في أي وقت. هتجيبي بطاطا هتغسليها كويس وهتقشريها وهتقطعيها قطع تخينة، يعني ما تكونش رفيعة قوي. لا، القطع البطاطا دايما لما نحب نقطعها في أي وصفة تقطعيها تخين، لأن البطاطا كلها مية. بمجرد البطاطا ما بيجي عليها السخونية أو تسخن على النار بتلاقيها بتنزل مية كتير جدا. فعشان كده واحنا بنسلقها أو احنا بنسويها ما بنحطش عليها مية كتير، تعتمد على المية اللي جواها زي ما احنا شايفين كده. خلاص خلصنا الكمية كلها قطعناها. هنجيب بقى حلة وبعد كده هنحط فيها البطاطا. طبعا البطاطا بتاعتنا مغسولة. هنحط فيها بقى البطاطا بتاعتنا ونحط عليها يدوب كوباية مية، ونسيبها بقى هي تنزل باقي ميتها على النار زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. وهنركن بقى البطاطا هنحطها على النار، ونيجي بقى هنجيب مع بعض كيلو لبن، وهنجيب عبوة كريم كراميل. أنا بحب العبوة ديت دايما لأنها موفرة، بتبقى 2 في 1، يعني باكوين جوه علبة واحدة. وبحط الباكوين الاتنين على كيلو اللبن اللي معايا، وببدأ بقى أقلب كويس لحد ما الكريم كراميل اللي معايا يدوب كويس قوي في اللبن. طبعا احنا عارفين ان البطاطا طبيعي مسكرة، لو عايزة تكتفي بسكر البطاطا تمام، لو عايزة تزودي سكر يبقى معلقة واحدة بس كبيرة كفاية على كمية اللبن اللي معايا. هنقلب شوية كمان لحد برضو ما السكر اللي احنا حطيناه يدوب مع الكريم كراميل، ونبدأ بقى ناخدها نرفعها على النار لحد ما القوام يتقل بالكريم كراميل والسكر، ونسيبه بقى على جنب. وناخد البطاطا نحطها بقى في الخلاط. لو الخلاط بتاعك ازاز ما ينفعش تحطي كده البطاطا سخنه فيه، لازم تسيبيها تهدى شويه. بعد ما حطيت البطاطا في الخلاط صبيت عليها خليط الكريم كراميل واللبن ومعاها السكر، وهبدأ بقى اخلطه في الخلاط كويس وانعمه كويس جدا لغايه ما يبقى كريمي كده شبه الكريمه بالظبط. وكمان ده انا هصفيه كمان بعد ما عملته في الخلاط عشان لو في اي تكتلات ولا حاجه جوه الخلاط باقيه معايا، تفضل معايا في المصفى. شايفين زي ما انتم شايفين كده؟ الحمد لله ما فيش اي تكتلات. خلطته كويس وفرمته كويس في الخلاط لحد ما بقى بالشكل ده كده. هاخد بقى الخليط اللي معايا وهرفعه على النار ياخد غلوة بسيطة كده، لأن طبيعي البطاطا كانت سخنة واللبن سخن، فمش هياخد وقت كتير، هما دقيقتين بس. وهبدأ بقى أجيب القارب بتاعي وهنزل بكيس الكراميل الموجود معايا جوه العبوة. شايفين الكيس الكراميل مناسب جدا لحجم القارب اللي معايا. وبعد كده هوزعه كويس قوي في جوانب القارب كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنزل بالكريم كراميل اللي معايا بعد ما هدي شوية على النار، وسبته على جنب حبة زي 5 دقايق كده أو 10 دقايق. وهصبه بقى في القارب بتاعي بالشكل ده كده. ما شاء الله طلع جميل جدا وقوامه مناسب جدا للقارب بتاعي. وبعد كده هحطه في التلاجة لمدة ساعتين لحد ما يختم. وبعد كده هفضيه في طبق التقديم اللي معايا، وهجرنشه بشوكولاتة أو بسكوتاية. طعمه ترميلة البطاطا مع قوام الكريم كراميل حقيقي طعمه تحفة. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم وياريت تجربوها، ومتنسونيش في اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله.